اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناة يوم الخلاص. النهاردة معدنا مع فيديو جديد. يحكى ان فتاة اخرى كانت تقوم بخدمة افتقاد ابناء التربية الكنسية في منازلهم، حين اخطأت احد العناوين واطرقت على باب شقة رجل، فما ان علم انها خادمة مسيحية جذبها من يدها بعنف الى الداخل، وفوجئت أن معه عدد من أصدقائه أيضا، فجذبها إلى حجرة النوم بعنف، فأرادت أن تستنجد بأحد القديسين، فأخطأت القول وقالت: يا بابا شنودة الحقني. فإذا بجرس الباب يدق، فذهب الرجل ليفتح الباب، ففوجئ بالبابا شنودة الثالث يقف أمامه، وقال له: روح هات بنتي اللي عندك جوه واوعى تأذيها. فخاف الرجل وأحضر له الفتاة، وخرج سويا وسط ذهول كل الحاضرين. وما أن نزل بضع سلالم قد اختفى قداسة البابا شنودة، ووجدت الفتاة نفسها في الكاتدرائية. وكان يوم الأربعاء يوم اجتماع البابا شنودة، التي اعتادت تلك الخادمة على المواظبة على حضوره. فما أن حضرت الاجتماع أرسلت للبابا ورقة وسط كل الأوراق التي يرسلها إليه بعض الحاضرين في اجتماعاته، قصت فيها ما حدث، وتساءلت: هل أنت الذي أتيت وأنقذتني؟ فعندما جاء دور تلك الورقة، قرأ البابا شنودة أول جزئية التي قصت فيها الخادمة ما حدث، وعندما وصل إلى الجزئية التي تحوي تساؤلها صمت تماما ونظر إلى تلك الخادمة وسط جموع الحاضرين وابتسم لها. بركة شفاعة البابا شنودة تكون معانا كلنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.